بالعكس، يعني شعبيته على المستوى الدولي الاقليمي والدولي في نمو كبير جدا، وبالعكس الحضور قوي جدا لسمو ولي العهد، ولا اعتقد انه ممكن هذا ياثر على اي شيء بمواجهه ايران. نعم. طب سامع. أستاذ أليف، أراك مبتسم، أعطيك حق الرد، تفضل. لا، حقيقة أبتسم بسبب شعبية بن سلمان وارتفاع شعبية محمد بن سلمان. يعني بعد مقتل خاشقجي، والآن نحن في ذكرى السنوية لمقتل خاشقجي بالمنشار، فلا أعتقد أبدا أن شعبية بن سلمان لا على المستوى العربي ولا على المستوى الإسلامي ولا على المستوى الدولي. بالعكس تماما، بن سلمان يدخل من مأزق ويخرج من مأزق ويدخل في مأزق آخر. أستاذ أليف، يعني إن صحت هذه التقديرات الإسرائيلية المتشائمة من وجهة نظر إسرائيل، هل هذا يعود لنجاح التكتيكات الإيرانية أم إلى تداعيات الفضائح الداخلية، خاصة كما ذكرت لترامب ونتنياهو؟ الفضائح الداخلية لدى نتنياهو ولدى ترامب والأزمة التي تعيشها السعودية هذه عوامل إضافية، ولكن العامل الأساسي هو قوة إيران. إيران قوية سياسيا وقوية ذاتيا، يعني وقوية علميا وقوية عسكريا، وبالتالي لن تجرؤ لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا السعودية أن تطال حبة تراب من إيران. إيران قادرة أن ترد على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. أولا تقوم تدميرا كاملا. يعني إيران دولة هشة، إيران دولة هشة من الداخل، منهارة اقتصاديا، فيها مجموعة كبيرة جدا من العرقيات يا أخي، بعضها كثير يريد الانفصال وما شابه ذلك، عسكريا واقتصاديا بشكل دائم. إيران في العام 2018 كانت أكثر الدول تطورا في العلم والتكنولوجيا في العالم، أكثر الدول تطورا في العلوم والتكنولوجيا في العالم في العام 2018. إيران تعمل بالفضاء، إيران تطور طائرات عسكرية لوحدها، تطور منظومات عسكرية ومدنية لوحدها بدون حاجة للآخرين. السعودي يا أخي شعب متطور جدا، أغلبيته متعلم في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول كثيرة وفي استراليا وكذا. عندنا أعلى نسبة تعليم في العالم، أعلى نسبة ابتعاث في العالم. عندنا أعلى، والله مبين واضح. تقريبا نحن من أفضل دول الخليج. واضح. أعلى نسبة تعليم في العالم، وتصدرون الدواعش إلى كل مكان، تصدرون الإرهابيين إلى كل مكان، تدعمون الإرهاب في كل مكان، وأنتم أعلى مستوى تعليم في العالم. يعني أستاذ عبد الحميد، هل يمكن أن تكون السعودية شريكة وتحديدا شريكة لإسرائيل في محاولة تصفية قادة إيرانيين؟ وهنا الحديث يعني ذكرنا يدور عن قاسم سليماني. اولا ليس لدي معلومات يعني حول اذا كان هناك تعاون او ما شابه ذلك، ولكن انا بشكل شخصي اؤيد، يعني اتمنى ان تكون هناك علاقات على مستوى اعلى من مستوى التعاون الاستخباراتي من اجل القضاء على ايران، لان ايران باتت تشكل خطر ليس فقط على اسرائيل، بل باتت تشكل خطر على المملكه العربيه السعوديه وعلى دول الخليج وعلى الامن والاستقرار العالمي. فلذلك حقيقه يجب ان يوضع فعلا، يجب ان تتعاون استخبارات المنطقه مع اسرائيل لوضع اسماء موجوده تهدد الامن، خاصه القاده الايرانيين، وتصفيتهم. هذا شيء جيد، وبامكان التقنيه التي تملكها دول، سواء كان والاموال التي تملكها دول الخليج والتقنيه العسكريه ايضا بالتعاون مع اسرائيل، ممكن القضاء على هؤلاء القاده. فبالتالي انا هذا بالضبط تعريف الارهاب، هذا بالضبط هو تعريف الارهاب. الاغتيالات السياسيه هي ارهاب، وأنت تدعم الإرهاب وتطالب إسرائيل بهذا الاغتيال وتدعم الإرهاب الذي يقوم به الموساد. والإثبات على ذلك أنكم تعاونتم مع إسرائيل لاغتيال عماد مغري، وعماد مغري لم يشكل خطر على السعودية. يا أخي هؤلاء يدعون للسلام. سليماني هل هو قائد سلام؟ كل شريف في هذا العالم في نظر السعودية هو مجرم، وقتل مئات السوريين وقتل كل شريف عربي أو غير عربي في هذا العالم هو في نظر الإرهابيين مجرم.